طيب كلمتين من القلب بقى، واللي بيطلع من القلب يوصل للقلب. آه، فريق ارزع او تيم ارزع وشركة اركيد، لان سري بيتضايق لو حد غلط في اسم الشركة او حاجة، الموريسيو. جماعة انا واحد مغترب بقالي فترة. البرنامج ده او رزع الجمهور اللي كنت بستناه كل اسبوع، كان مش مجرد فيديو يوتيوب الواحد بيتفرج عليه، لا، الواحد حس فعلا ان هو آه، ضمن عيلة. لأن طبعا أنت في متفاهم الغربة، ومتفاهم إن مش هيبقى عندك صحاب كتير، مش هيبقى عندك كوميونيتي أو. فده الواحد الحاجة اللي حس بيها إن هو لسه في عيلة حواليه، لدرجة إن بقيت عارف تفاصيل عن كل واحد. ومش بتكلم على الثلاثة بس، مش بتكلم على عمر خالد وسري وجو، أنا بتكلم حتى على اللي ورا الكاميرا والناس اللي مشيوا. وأنا بتحس إن أنا فرد من البرنامج. فكرة إن أنا أعرف إن فجأة هيوقفوه والتلاتة هينفصلوا بأسباب هم قالوا إن شافوا إن خلاص، يعني جابوا البيك بتاعهم. دي حاجة تضايقني، ودي حاجة ما تبسطنيش، ولكن أنا لازم كنت أعمل الفيديو ده. وفي بدايتي أهو وأنا في بداية الكونتنت كريشن عامة. بشكر الثلاثي الرائع إن هم خلوني أقضي وقت من الغربة وما أحسش فيه إن الواحد يعني بدون عيلة كده. لا والله، يعني مهما كان الواحد ليه صحاب، سواء سافرت هنا أو هنا، ولكن البرنامج ده خلى الواحد يحس إن هو بالضحك والهزار والخناق وي وي وي. اكيد انا متفهم ان هم قالوا ما بيظهروش كل حاجه، وبيظهروا بس الحاجات الكويسه على الكاميرا، ولكن حتى الفلوجات الحاجات اللي بيعملوها مش بس رازع الجمهور، كمان اضرب مع سري. كل برامج قناه اركيد الواحد تابعها بسبب الفايبس بتاعت العيله، وكان من ضمنها البرنامج الرائع اللي هو رازع الجمهور بتاع كل اسبوع الواحد مستنيه. هو انا الواحد صعب كده ان هو يقف، ولكن يعني شاوت اوت للثلاثي الرائع. واتمنى ليكم مستقبل كويس. واكيد كده كده احنا او انا هتابع البرنامج ده، لان اظن ان يعني انا بالنسبه لي مفيش حاجه خلتني احس ان في عيله كده غير البرنامج ده. ف عاش يا رجاله.